مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زكور في شخصياتنا التونسية مع كارفور. نحبكم تسمعوني مليح وتتبعوا هدرتنا باش يفوزوا 3 منكم بوصل شراء بقيمة 300 دينار في آخر حلقتنا. حديثنا يا سيدي اليوم على شخصية موسيقية ذاع صيتها في القرن الماضي في كل البقاع والنواحي. هي شخصية الفنان الرشيق والأنيق سيدي علي الرياحي. تولد علي الرياحي عام 1912 في مدينة تونس، وبالتحديد في نهج بير الأحجار في الدار اللي تحت صباط. جده رحمه الله من أعلام القرن التاسع عشر، اللي هو الصوفي الأغر والفقيه وإمام جامع الزيتونة سيدي إبراهيم الرياحي. وربي سبحانه وتعالى أعطى لعلي الرياحي في الفن كل شيء بكمال. علاش يا سيدي؟ على خاطر كان موهوب في 3 ميادين: نظم الشعر والغناء والتلحين. برع علي الرياحي في الفن من اللي عمره 12 سنة، وكان فنان بصفة ذوقية وموهبة ربانية، على خاطر عمره ما قرأ الموسيقى في مدرسة موسيقية. ألحان علي الرياحي نوعية جديدة وراقية في التلحين، طعم فيها الطبوعات التونسية بالمقامات الشرقية، وخلاك تسبح في نشوة رومانسية. العالم يضحك والدنيا تغني والفكر سابح في نشوة فني، وانت معايا وانا متهني، واحنا عايشين فل وياسمين، لا نشبع منك لا تشبع مني. والشاعر علي الرياحي يخاطب الوجدان ويحسس بالجمال ويبعث الأمل في كل إنسان. ما تفكرش في الأحزان مدام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي كان وافرح باللي باش يجينا. وفي أربعينات القرن الماضي ولع علي الرياحي كما قال الموسيقار عبد الحميد بالعلجية ولا معبود الجماهير، واستدعاه محمد عبد الوهاب للقاهرة باش يغني زينة يا بنت الهنشير. وعام 1954 واسمه محمد لمين باي بنيشان الفخر. وتوفى علي الرياحي أسطورة الموسيقى التونسية عام 1970 وهو يغني على ركح المسرح البلدي. علي الرياحي اللي كما كان كتب في إحدى مذكراته يحب الكسكسي والمدفونة واللون الأحمر والعطور الفاخرة، ويحب الوفاء والصديق المخلص، ويكره النفاق ويخاف من ركوب الطيارة. وخلالنا أكثر من 300 غناية فيها عشق للفن وتغني بالحب والجمال. وانتم قولوا لي، الدار اللي تولدت فيها علي الرياحي وين جات؟ في نهج لنلص وإلا في نهج بين الأحجار؟ هيا طلعوا باش يفوزوا 3 منكم كل واحد بوصل شراء قيمته 300 دينار من عند كارفور وتعملوا أفار.